السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. إعلان الاتحاد الدولي مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 يبث حالة من التفاؤل في بعثة الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني. الأهلي يخطط لتشكيل فريق قوي للمواسم القادمة للاستعداد بشكل جيد لمونديال 2025 والذي سيضم 32 فريق عالمي. قبل مواجهة الأهلي، إدارة القطن الكاميروني تهدد مدربها بالإقالة حال استمرار تراجع النتائج. رغم رحيله منذ فترة، موسيماني يصبح أكثر مدرب في تاريخ الأهلي يساهم في صعود الفريق الأحمر لكأس العالم للأندية، وذلك بعد أن صعد مرتين متتاليتين أثناء تواجده في النادي وصعود الفريق للنسخة الأخيرة ونسخة 2025 بفضل البطولتين التي حققهم مع الفريق. ميدو يهنئ الأهلي بمشاركته في كأس العالم للأندية 2025 ويطالب الزمالك ولاعبيه بالقتال للفوز بأحد نسخ دوري الأبطال القادمة لضمان المشاركة في البطولة الكبرى. الأهلي يختتم تدريباته في بريتوريا ويغادر إلى مدينة جروة المتواجدة في الكاميرون في رحلة مدتها 4 ساعات لمواجهة القطن. الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتواصل مع الشناوي هاتفيا لدعم اللاعب بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها بعد الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي. ال11 لاعب المصاب الذي أعلنت الصفحة الرسمية عنهم مؤخرا مصابين من قبل مواجهة الأهلي ولم يشاركوا في مواجهة الأحمر، والجهاز الفني لم يتعمد استبعادهم أو يدعي أحدهم الإصابة للغياب عن مواجهة الهلال السوداني. ونشعر بالإزعاج الشديد من تردد جماهير الأهلي نغمة التفويض. سنخوض مواجهة القطن الكاميروني بكامل قوتنا آملين في تحقيق الفوز لضمان الصدارة. شوبير يؤكد أن عقد كولر مع الأهلي يمنح الطرفين الحق في فسخ العقد بعد نهاية الموسم الحالي بدون سداد شروط جزائية، وأنه إذا لم يقم أي طرف بهذه الخطوة خلال 15 يوم سيجدد العقد تلقائيا. الأهلي يؤكد أنه لم يفكر مطلقا في رحيل مارسيل كولر عن الفريق، وأن ما يتردد مؤخرا بخصوص هذا الشأن شائعات. عدل القاعي يؤكد حزنه الشديد من بعض الجماهير التي تحاول التقليل منه بعد كل ما قدمه لخدمة الأهلي، ويؤكد أن هناك من يحاول تحريف تصريحاته لإثارة الجماهير ضده. محاولات قذرة من خالد الغندور وقناة الزمالك لتحريض الإعلام الأهلاوي والجماهير الأهلاوية ضد الخطيب ومجلس إدارة الأهلي بعد إغلاق الجميع صفحة صن داونز والهدوء الذي سيطر على الجميع خلال 48 ساعة الأخيرة. شوبير يرفض نغمة الأهلي يحتاج لحارس مرمى جديد، ويؤكد أن الأحمر يملك حراس مميزين وعلى أعلى مستوى، ولكن حظهم أن الشناوي حارس المنتخب الوطني الأول متواجد في الفريق. مصدر بالأهلي يؤكد أنباء اهتمام النادي بالتعاقد مع أداما بوجانج لاعب وهداف منتخب جامبيا للشباب. اتحاد الكرة ينفي مجاملة وليد سليمان للحصول على رخصة التدريب، ويؤكد أن اللاعب حصل على الرخصة B حينما كان لاعبا وحصل على الرخصة A بعد الاعتزال. سيد معوض: يجب أن يستعد النادي الأهلي جيدا لكأس العالم 2025 ويتم وضع خطة واضحة لتكوين فريق كرة قدم ممتع للجماهير، ولا بد من تغيير نظرة النادي للمحترفين الأجانب وتمديد التعاقد مع المدير الفني حتى 2025 حتى يخطط جيدا خلال العامين القادمين. أتمنى عدم الانجراف وراء فقدان البطولات أو الفوز بيها، لكن لابد أن يتم وضع خطة طويلة الأمد لتكوين فريق يحرز الألقاب لمدة 8 سنوات قادمة، ولا بد أن يتواجد 5 أو 6 محترفين على مستوى عالي يصنعون الفريق ويساهمون في انتصارات الفريق بدلا من اللاعبين أصحاب المستويات المتذبذبة. الأهلي عليه أن يجهز فريق قوي خلال موسمين من أجل المشاركة في مونديال 2025، وليس عيبا خسارة أي لقب في سبيل تكوين فريق قوي مع مدرب مميز. مارسيل كولر كان يسير بشكل جيد في بداية الموسم، لكن الفترة الأخيرة تراجع مستوى وأداء الفريق، لكن أرى أن كواليتي اللاعبين لو تغير سيكون لكولر شكل آخر. أي مدرب يستعين بالعناصر ويضم الصفقات التي يحتاجها وفقا لرؤيته، وهو ما قد يساعده في العمل مع الأهلي بشكل أفضل. موقف كولر أصبح يشبه روي فيتوريا الذي تم التعاقد معه للصعود لبطولة كأس العالم القادمة، ومنتخب المغرب تفوق في مونديال قطر بسبب وجود خطة جيدة تم العمل بها رغم تغيير المدربين والدفع بوليد الركراكي، لكن كان هناك قوام جيد للمغرب.
مدرب القطن الكاميروني قبل مواجهة الأهلي: سنخوض مباراة جدية جدا أمام الأهلي ونسعى لتحسين مستوى لاعبي فريقنا في هذه المباراة. لعبنا بشكل جيد ضد الهلال في السودان ونريد لعب مباراة جيدة أيضا يوم الجمعة. دوافعنا ستكون أكبر هذه المباراة وسنلعب لتحسين صورة النادي وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز أو على الأقل تحقيق نتيجة إيجابية. لدينا لاعبين صغار وليس لديهم الجودة العالية لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، وهي بطولة جديدة لعدد كبير من لاعبي فريقنا ولذلك نسعى للتطور. هذا اللقاء سيكون تكتيكي على أعلى مستوى من حيث التمركز الخططي ونريد حصد النقاط الثلاثة لتحسين صورتنا. ليس لدينا غيابات ضد الأهلي وسنخوض المباراة بفريق كامل العدد، والحضور الجماهيري سيكون مجانا من أجل حضور أكبر عدد ممكن لدعمنا في اللقاء. مدرب الهلال السوداني قبل مواجهة الحسم أمام سان داونز: سنلعب مباراة سان داونز باعتبارها مباراة نصف نهائي أو نهائي، وسنحاول الفوز من أجل الصعود لدور الثمانية، وهذا سيكون إنجاز بالنسبة لنا. المباراة ستكون على ملعبنا وسنحاول استغلال عامل الأرض، وإذا لم يحالفنا التوفيق أمام سان داونز سنفوز على الأهلي في القاهرة رغم أنه شيء غير عادي. لا شيء محسوم حتى الآن لكننا نحلم بالفوز على سان داونز. لا حديث عن تفويت سان داونز المباراة لنا لإقصاء الأهلي. أنا على الصعيد الشخصي أعتقد أن سان داونز سيلعب بكل قوته الضربة وسيلعب بكل مواهبه، وهكذا هي كرة القدم. جميع الفرق تبحث عن الفوز ولا شيء آخر إلا الفوز، ونحن سنلعب أيضا من أجل الفوز كي نثبت أننا جديرين ونستحق التأهل إلى الدور التالي، وسنحاول أن نثبت أننا واحد من أفضل الفرق الإفريقية. أحلم بتدريب أي من الأندية المصرية، لما لا؟ أنا دربت في الكونغو والمغرب وحاليا في السودان، والمحطة التالية بعد السودان لا أعرفها بعد، ولكن مصر أمة كبيرة في كرة القدم ومن أفضل الدول التي تقدم كرة على مستوى العالم، وبالتالي سأكون فخور إذا تلقيت عقد للعمل هناك. الإعلامي تامر أمين للكابتن محمود الخطيب: صحيح الهدوء والحكمة وضبط النفس مطلوبين وسمة من سمات الإدارات الناجحة، لكن التدخل العاجل وقت الأزمة من أهم الضرورات وسمات الإدارات الناجحة. الصبر والدعم والتشجيع مهمين ومطلوبين طوال الوقت، لكن التغيير للأفضل مطلوب أيضا، خاصة لما تعرف إنك محتاج التغيير وإن القماشة اللي عندك ما تديش أكتر من كده. كرة القدم وآليتها ومفاهيمها وطريقة اختيار اللاعبين تغيرت، ولذلك المخططين والمهندسين للكرة في النادي الأهلي يجب أن يتغيروا ويصبحوا أكثر تطورا وتحديثا وتماشيا مع الكرة الحديثة. لو الميزانية موجودة والرعاة موجودين يجب أن يترجم الأمر في شكل صفقات من العيار الثقيل لتحقيق البطولات بسهولة. ما ينفعش جمهور الأهلي يقول إن فرقة كذا الإفريقية أقوى منا ولديها مهاجم أفضل منا. الأهلي يحسد على لاعبيه ولا يحسد. الأهلي ملك الجمهور وهو السند الأول واللاعب الأول، ولذلك لابد من الاستماع إلى السند، ورقم واحد لن يغزلك أو يخدعك أو يضللك. انتهت الرسالة. أخبار الزمالك: تسريب عقد عمر جابر مؤخرا يؤكد أن اللاعب يتقاضى مع الزمالك 45 مليون جنيه في 3 مواسم بعد ارتباط اسمه بالزمالك. رئيس إنبي يؤكد تمسكه برفيق كابو ويرفض فكرة رحيله. مصدر بالزمالك: مباراة شباب بلوزداد ستكون حاسمة في مصير فيريرا، والخسارة أو أي نتيجة عكس الفوز قد تطيح بالمدرب. هناك أكثر من اسم مرشح في الوقت الحالي لخلافة المدرب البرتغالي، ولكن لم يتم التفاوض مع أي مدير فني من أجل التواجد بصورة رسمية حتى الآن. أخبار الكرة المصرية: رمضان صبحي يعود لقائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية بعد تعافيه من الإصابة. أخبار عالمية: يوفنتوس يخطط لفسخ عقد بوجبا في الصيف المقبل. ترقب كبير لموقعة ريال مدريد وليفربول المقرر إقامتها الليلة في دور الأبطال. هالاند بعد تسجيل خماسية في ليبزيج بدور الأبطال. كنت أريد تسجيل المزيد من الأهداف لكن تم استبدالي مبكرا.